اول ما بتطلع من الحمام ما تعرفش ان في واحد عمال يبص عليها، وهو بيبص عليها بقع بالغلط الفاظه وبيطلع يجري، والبنت بتخاف وبتجري تشوف مين، ولما بتبص من الشباك بتلاقي ان فعلا كان في واحد في بيتها وماشي. وفي تاني يوم بتلاقي ان في حد سايب لها هدايا قدام البيت وفيها رساله، ولما بتقرا الرساله بتلاقي ان في واحد كاتب لها رساله بيقول لها انت هتفضلي في القلب والعقل. والبنت بتخاف وبتسيب الهديه بتدخل على البيت، ولما بتروح شغلها برضه الولد بيكون مراقبها وهي ما تعرفش، وبعد ما بتروح الشغل بيدخل بسرعه بيتها عشان يعمل اللي هو عايزه. واخر اليوم لما بترجع البيت بتلاقي ان في حد حاطط لها ورد وبلالين وكاتب لها برضه بحبك ومش هسيبك، والبنت بتخاف وبتفضل تقطع في البلالين. ولما بتخرج السلم الولد اللي هو بيعمل كل ده بيعمل نفسه من الجيران وبيسالها في ايه، وبتقول له ان في حد دخل بيتي وحط بلالين وكتب لي رساله حب، وبقول لها تعالي معايا وانا هخلص لك الموضوع ده كله. والبنت بتسمع كلامه، ولما بيخرجوا بيفضل برضه يعكس فيها، والبنت اخيرا بتعرف ان هو ده اللي عامل كل ده، بس بيخطفها وبيحطها في العربيه، بس بينسى ياخد منها التليفون. والبنت بتكون ذكيه وبتتصل بالبوليس وبتقول لهم انا مخطوفه والخاطب حاططني في العربيه، والبوليس بيقول لها القوه اتحركت دلوقتي وهتعرف انت فين عن طريق تتبع. وفعلا مفيش 5 دقايق والبوليس بيروح وراها وبيسرعوا جامد وبيوقفوا قدام العربيه وبيقدروا يوقفوها وبيرفعوا عليه السلاح وبيقولوا له انزل، والظابط التاني بينزل البنت وبيقدروا انهم ينقذوها في الوقت المناسب وبيقبضوا على الحرامي.